عمرك حسيت انك مش راضي عن وضعك الحالي او انك في حلقة مكررة من التسويف؟ تقرر انك هتبدأ في حاجة معينة وممكن تبدأ فيها فعلا، بس بتعاني في انك تستمر فيها لفترة. كاشف مع بعض المعلومات العظيمة والحلول العملية اللي معظمها مبني على أسس علمية في كتاب The Atomic Habits او العادات الذرية اللي هتساعدك تحل المشكلة دي. معكم سيف أحمد، طالب في طب اسكندرية، ويلا بينا. تخيل لو فضلت تتحسن بنسبة بسيطة 1% مثلا كل يوم، ايه النتائج اللي ممكن توصل لها من النسبة الصغيرة دي بس مع فترة طويلة؟ رغم النتائج العظيمة اللي هتطلع بيها، إلا إن للأسف الدنيا مش بالسهولة دي. لأن اللي بيحصل بكل بساطة إن أنت بتبقى منتظر تشوف نتائج معينة عشان تحفزك تشتغل أكتر، ولكن في الغالبية العظمى من العادات اللي احنا بنبقى عايزين نعملها زي مثلا التمارين، النتائج بتظهر بعد فترة طويلة، مثلا شهور من التمارين، عشان تبدأ تلاحظ ان في عضلات او تبدأ تلاحظ انك خسيت اكتر. والمشكلة دي هي سبب ظاهرة معروفة ب The Valley of Disappointment او وادي خيبة الامل. والوادي ده هو سبب كوت عظيمة مكتوبة في الكتاب بتقول You don't rise to the level of your goals but you fall to the level of your systems. بمعنى انك مش بترتقي لمستوى الهدف بتاعك، ولكن انت بتقع في مستوى نظامك، النظام اللي هتستخدمه عشان توصل لهدفك، واللي دايما بيكون اهم من الهدف نفسه. وده لاكتر من سبب. اولا ان اللي بيكسبوا وبيخسروا عندهم نفس الهدف، ولكن بسبب السرفايفرشيب بايس احنا دايما بنركز مع الشخص اللي بينجو او الشخص اللي بيكسب، فلما بنسمع كلامه وبنسمع عن الهدف العظيم بتاعه اللي كان دايما بنسعى له، بنشوف ان ده كان من الاسباب الرئيسيه الاولى انه نجح. وخلي بالك انا مش بقلل من فكره ان يكون عندك رؤيه واضحه، لا هي حاجه مهمه، بس احنا هنا بنتكلم عن مقارنه، هل هي أهم ولا النظام نفسه اللي بيوصلك ليه هو الأهم؟ ثانياً، وصولك لهدفك هو مجرد تغيير لحظة، أنت عالجت العرض مش المرض. ثالثاً، إنها بتقيد سعادتك، يا إما هتوصل لهدفك وتبقى مبسوط يا إما لأ. رابعاً، إن الأهداف عادة بتعوق التحسن لفترة كبيرة، أنت خلاص وصلت لهدفك، اللي باقي عشان يزقك انك تكمل على نفس الوتيره. وعشان كده قبل ما ندخل في النصائح العمليه، الكاتب بيقولك ان في 3 مستويات للتغيير. اولا التغيير على مستوى النتائج، الحاجه اللي انت عايز توصل لها. ثانيا النظام، الحاجه اللي هتعملها عشان توصل للنتائج دي. وثالثا الهويه، ايه معتقداتك الحاليه. يعني في فرق بين حد بيقول مثلا انا بحاول ابطل تدخين او ان انا بطلت تدخين. بس خلينا واقعيين، هو في حاجه اسمها ان حد يغير جزء من هويته بشويه كلام؟ الحقيقة انه فعلا لا، الهوية هي نتاج افعالك. يعني مثلا لو كل شوية تتأخر فانت هتعتبر نفسك شخص مش بيظبط قوي مواعيده. لو كل يوم بتتمرن هتعتبر ان انت شخص رياضي، والعكس. كأن كل حاجة بتعملها هي صوت في انتخابات لشخصية معينة. مثلا كل يوم بتتمرن، كل يوم صوت للشخصية انك رياضي. بس الأسئلة المهمة بقى عبارة عن ايه العادة دي اصلا؟ زي ما ذكرنا في فيديو العادات، العادة بتتكون عشان تقلل من المجهود المبذول في حاجة كده احنا بنعملها كل يوم وبنكررها. يعني مثلا مش هتيجي كل يوم تقعد تفكر انا ازاي كنت بغسل سناني مثلا. وذكرنا برضو ابسط تركيبة للعادة دي هي الكيو او الاشارة، ثم الروتين الممارسة اللي بتعمل نفسها، ثم الريورد الجائزة اللي بتحفزك انك تكرر العادة دي تاني. في كتاب اتوميك هابتس بقى هو بيقسم العادة ل4 اجزاء، لانه بيجي على الكيو بيقسمه لحتتين، كيو وكريفنج او اشاره ورغبه، وهنعرف اكتر ايه لازمه التقسيمه دي في النصائح العمليه قدام. بناء بقى على التركيبه دي محتاج تلجأ ل4 قوانين عشان تظبط العادات الكويسه وعكسهم في العادات السلبيه. اولا انك تخليها واضحه، بالتكرار مخك بيربط الاشارات بالجوائز المعينه، فلما يشوف اشاره بيبدأ على طول العادة نفسها أو الروتين نفسه عشان يوصلك لنفس الجايزة بدون مجهود أو بأقل مجهود ممكن. بالتالي أهم وأول خطوة هو إنك تزود وعيك أصلا بالعادات اللي أنت بتعملها والإشارات المربوطة بيها. في الخطوة دي مش مطلوب منك إنك تغير حاجة، كل المطلوب بس إنك تلاحظ إيه اللي بيحصل بالظبط. وفي طريقتين للنقطة دي. الأولى هي الهابتس سكور بورد، هي بكل بساطة إنك بتجيب ورقة أو بتفتح موبايلك على أبليكيشن معين وبتبدأ تسجل الحاجات اللي أنت بتعملها، وبتحط جنب العادات اللي أنت شايفها كويسة بتحط جنبها بلس، العادات اللي أنت شايفها وحشة بتحط جنبها علامة سالب، والحاجات العادية زي مثلا بصحى من النوم أو بغسل سناني ممكن تكون دي بالنسبة لك حاجات عادية خالص فبتحط جنبها بس علامة إيكوال، ما حاجة كده بتحصل كل يوم مش فارقة معاك. التانية هي pointing and calling، انك كل ما تعمل حاجة تقول انا بعمل كذا، انا بصور فيديو، انا مش عارف ايه، عشان تزود وعيك باللي بتعمله اكتر. بس بأمانة بحس انها غريبة شوية، بالذات لو انت مش ساكن لوحدك في البيت. اسمع عليك. والخطوة التانية انك تبدأ تحدد اشارة للعادة اللي انت عايز تعملها،
وطبعا اشهر اشارتين موجودين هما الوقت والمكان، وبيهم ممكن تبدا تعمل ما يسمى بالامبلمنتيشن انتنشن او نيه التنفيذ. انك بدل ما تقول مثلا انا هقرا كتاب كل يوم، لا، تحط خطه واقعيه اكتر قابله للتنفيذ اكتر، هي مثلا تقول انا هعمل كذا الساعه كذا في المكان كذا، وبالتالي ممكن تزود بده فرصك في ان انت تعمل عاده دي. او تستخدم السكور بورد اللي انت كنت عملتها عشان تبدا تعمل الطريقه الثانيه، وهي الهابت ستاك، انك تخلي عاده معينه كده بتحصل كل يوم تكون هي الاشاره بتاعه العاده الثانيه. زي مثلا انك هتقوم من النوم مش عارف تدخل الحمام، بعد كده تطلع تعمل حاجه معينه. ممكن برضو تختار حاجات تانية، اهم حاجه انها تكون حاجه بتحصل كل يوم، زي مثلا غروب الشمس، زي مثلا قطع الكهرباء. وعلى سيرة الوقت والمكان، مهم نتكلم على تأثير البيئة المحيطة بيك. كل ما كانت الإشارات أوضح بالنسبة لك، كل ما فرص إن أنت هتعمل العادة وإن مخك هيلاحظها هتبقى أكبر. يعني مثلا أنا بقرأ كتاب معين، مش كل ما أخلصه أروح جاي واخده ومخبيه في حتة ما، فيجي تاني يوم ممكن ماخدش بالي أصلا من الكتاب، ممكن أنسى إن كان المفروض أعمل كذا، فده يقلل من فرص إن أنا أكرر البتاع تاني، عكس ما يفضل موجود قدامي فتبقى فرص إن أنا أقراه هتزيد. لو عايز تشرب ميه اكتر ممكن تخلي فيه ازاز ميه اكتر جنبك، زمزميات وهكذا. سهل البيئه قويه فعلا كده. في سنه 1971 في حرب فيتنام اكتشفوا ان 20% من الجنود الامريكان كانوا مدمنين للهيروين، وبس نسبة 5% رجعوا لإدمانهم في خلال سنة. يعني الكمية الضخمة دي من الجنود اللي هو حوالي 95% من اللي كانوا مدمنين، إدمانهم اختفى في يوم وليلة حرفيا بمجرد ما اتغيرت البيئة. كان شالوا من مكان الحرب ده والضغط للبيت، بعدوا عن أصحابهم اللي كانوا بيشربوا معاهم والكلام ده كله، اختفى فجأة. وده بالمناسبة فرق كبير جدا في الأرقام عن المدمن العادي اللي بيروح يخلص من إدمانه في مساحة ما ثم يرجع بيته لنفس الإشارات اللي كان رابطها مخه بشرب الهيروين لأصحابه اللي كان بيشرب معاهم وهكذا. وده بيخلي نسبة إن شخص يرجع لإدمان الهيروين حوالي 90%، طبعا على حسب الكتاب. فشايف الفرق رهيب. وكده برضو بينصح إن يكون في مساحة لكل حاجة بتعملها. يعني مثلا لو في مكان أنت متعود ترتاح فيه وتمسك الموبايل مثلا تقعد تلعب عليه، هتلاقي أصعب إن في نفس المكان ده تركز وتذاكر، لأن أنت هتبقى برضو مش مجرد إنك بتركز، أنت كمان بتقاوم إن أنت تفتح الموبايل وتلعب. النقطة هنا إن حاول تتخيل الحاجات اللي حواليك إنها مش مجرد أدوات، لأ، هي علاقات مربوطة في مخك بإشارات لعادات معينة. أتمنى أكون معقدتش الجملة. وطبعا لو عايز تنهي عادة سيئة معينة، بتحاول إنك على قد ما تقدر تخفي الإشارة بتاعتك. يعني مثلا لو في أكل معين كل ما بتشوفه لازم بتقعد تاكله، فممكن أنت تشيل الأكل ده خالص من البيت مثلا. تاني حاجة معانا هي الكريفنج، انك تخلي العادة بتاعتك جذابة اكتر. الدوبامين او هرمون السعادة مش بيطلع بس كجايزة لحاجة بتعملها او لما بتاخد جايزة معينة، لا، بيطلع برضو بشكل كبير لما تبقى متوقع ومستني الجايزة دي. وده برضو من الحاجات اللي بتلعب عليها في عالم البيزنس فيما يعرف بالسوبر نورمال ستيمولاي، المحفزات الفوق الطبيعية. يعني مثلا هتلاقي في محلات الهدوم المانيكانات بتاعت الستات هتلاقي عندها حاجات غريبة كده، والرجالة هتلاقيه مليان عضلات، عشان لما تشوف الهدوم على المانيكان ده تقعد تخيل قد ايه انت هتبقى جامد عليه. في الاخر ما بلاقيش عضلة باينة ولا حاجة، بس يلا الحمد لله. ومن طريقة انك تستغل ده هو التمتيشن بوندنج، انك تربط حاجة انت بتحب تعملها بعادة انت عايز تستمر عليها. زي مثلا انا بحب اتفرج على مسلسل معين، فمش هتفرج على المسلسل ده غير لما مثلا اخلص مذاكرة، وبالتالي مخك هيبقى متحفز من الاول ان هو متوقع هتتفرج على المسلسل ده، فممكن ده يحفزك اكتر انك تدخل في العاده دي. من الطرق التانية انك تدخل في شله، فريق، سيرفر ديسكورد، سبريدت، اي حاجه حرفيا، يكون الحاجه اللي انت عايز تعملها دي هي الحاجه الطبيعيه. يعني مثلا عايز تروح جيم، يبقى احسن ان يكون عندك صحاب بيروحوا جيم وتروحوا مع بعض، هتحفزوا بعض اكتر لحاجه زي كده. وبرضه الكاتب بينصح ان لو في تشابهات كتير ما بينكم، يعني مثلا انتوا الاثنين في نفس الكليه، انتوا الاثنين ليكوا مش عارف حاجات تانية بتحبوها سوا، ده هيساعد اكتر. طب ليه النقطه دي ممكن تساعد في عاده مثلا؟ لان احنا كبشر بطبيعتنا بنقلد 3 حاجات. اولا المقربين منا زي اهلنا واصحابنا. ثانيا الكتير، لما نلاقي الناس كلها متفقين على حاجه هتلاقي في ناس خلاص بتوافق وخلاص بدون تفكير. وثالثا
اصحاب القوة والمناصب والبرستيج، عشان في تخيلنا ان احنا لو قلدنا ده ممكن نبقى زيهم مثلا. والاتنين بنحب نقلدهم عشان رغبتنا الداخلية في الانتماء لجماعة مجموعة ناس عامة، ودي الرغبات العميقة اللي عندنا مش بنحس بيها دايما. ومنها برضو الاكل والشرب، او انك تقلل احساسك بالشك، ودي برضه من الحاجات اللي بتلعب عليها في البيزنس. يعني مثلا شركة جوجل هتلاقي الإعلان بتاعها اللي كان معمول عندنا هنا ما كانش بيقول لك إن ده أقوى محرك بحث في الدنيا، لأ، هتلاقي الإعلان دايما كان بيردد كلمة واحدة أساسية: اسأل جوجل. اسأل جوجل، اسأل جوجل، عشان يحط في دماغك فكرة إن ده هتفتحه عشان تقلل إحساسك بالشك. وآخر طريقة عشان تخلي العادة بتاعتك جذابة أكتر هي الموتيفيشن ريشوال، مراسم التحفيز. إنك تعمل حاجة انت بتحبها قبل العادة بتاعتك على طول او في خلالها. يعني مثلا انك تقرأ كتاب وانت بتشرب كوباية القهوة اللي انت بتحبها، فده هيخلي العادة بتاعتك جذابة اكتر وهتخليك تحس ان انت مستمتع اكتر بيها. اما العادات السلبية العكس، تحاول تخليها مربوطة باحساس وحش، مش مجرد بعد العادة، لا، تحاول ان يكون ده كمان في خلالها، وانك تكون ملم باضرار العادة دي عشان ده يساعدك اكتر في النقطة دي. ثالث حاجة معانا في تركيب العادة هي الروتين، وانك تخلي العادة بتاعتك سهل. وهنا مهم نأكد ان التكرار والممارسة اهم من التخطيط. يعني مثلا من القصص اللي ذكرت في الكتاب كان دكتور في جامعة معينة حب يعمل تجربة، فقسم السكشن اللي كان موجود لنصين. نص طلب منهم ان هم عشان ياخدوا الدرجة يصوروا 100 صورة، ده سماهم الكوانتيتي جروب او المجموعة اللي اهم حاجة بالنسبة لها العدد. والمجموعة التانية مش مهم تجيب تصور اي عدد، المهم انها تجيب صورة كويسة جدا. وبالتالي الناس التانية قعدت تاخد وقتها في التخطيط والتظبيط، اظبط امتى مش عارف ايه، واصور وقت ايه، واظبط ايه مش عارف ايه. اما المجموعة التانية كانت كل اللي بتعمله انها بتقعد تصور 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 تصور. ولاحظ في نهاية التجربة وقت تسليم الاساينمنت ان الصور الجامدة جدا كلها طالعة من المجموعة اللي كان مطلوب منها تصور عدد كبير، طلع كمان احسن من الناس اللي قعدوا واخدوا وقتهم في التخطيط وما كانش مطلوب منهم غير صورة واحدة كويسة جدا. فكمية الوقت اللي هتقضيها في العادة والتخطيط اللي هتعمله قبلها مش بأهمية التكرار نفسه، لأن التكرار الكتير للعادة هو اللي بيخلي مخك يربط بين أجزاء العادة ويربطها بالإشارة المعينة والجايزة اللي في الآخر، ويبدأ يعملها بعد كده بشكل لا واعي. وحابب ازود هنا حته صغيره عن الكتاب، وهي ان مفيش برضو عدد مرات معين مطلوب، مش 21 يوم، مش 90 يوم زي ما قلنا في فيديو العادات، لا، ولا ده ولا ده ولا ده، بس عدد المرات المطلوب بيختلف حسب صعوبة العادة نفسها، حسب التعقيد بتاعها عشان توصل في النهاية بشكل لا واعي في مخك. وبمناسبة المجهود، مخنا بيتبع قانون أقل جهد ممكن. يعني لو اتساب بشكل تلقائي هتلاقيه راح دايما للاختيار اللي بيحتاج أقل مجهود ويدي كمية دوبامين لطيفة، زي مثلا السوشيال ميديا. وبالتالي مهم انك تقدر تقلل الاحتكاك او عدد الخطوات المطلوبة عشان تبدأ في العادة دي. يعني مثلا لو بتعزف جيتار خليه موجود مكانه لما تخلص مثلا، مش كل ما تخلص هتحطه في حتة بعيدة قوي وتبقى متعبة قوي انك تاخده في كل مرة، لان ده هيخليك تكسل اكتر لان انت زودت خطوة على نفسك. والعكس في العادات السيئة، انك تزود الاحتكاك او عدد الخطوات. يعني مثلا لو عندك مشكلة في فرجة على التلفزيون، ممكن كل ما تخلص تشد فيشة التلفزيون، وده هيزود خطوة عليك انك بدل ما انت قاعد منتخ على الكنبة وكل اللي هتعمله انك هتاخد الريموت شغل التلفزيون، لا، انت مضطر تقوم تحط الفيشة وبعد كده تشغل التلفزيون. ممكن ده يساعدك تبطل، ممكن تحتاج خطوة زيادة. تاني طريقة هي شبه شوية فكرة الهاي بار واللو بار اللي ذكرناها في فيديو العادات، أو إنك تحط العادة بتاعتك حد أقصى وحد أدنى، عشان في الأيام اللي تحس إنك مكسل فيها أو فعلا مش قادر تعمل حاجة تلجأ للحد الأدنى للعادة تعمله، وممكن تلاقي نفسك خلاص سرحت ودخلت ووصلت للحد الأقصى بتاع العادة دي، لأن احنا دايما بنستثقل أول خطوة. وفي الكتاب بقى بيذكر طريقة اسمها جيت واي هابت، هي انك تاخد العادة بتاعتك تكسرها لحتت صغيرة خالص لحد ما توصل لحتة مدتها متزيدش عن دقيقتين. يعني مثلا لو عايز تجري فممكن ان انت تلبس هدومك الرياضية، تلبس الكوتشي بتاعك، بعد كده تفتح الباب، تنزل البيت، بعد كده توصل لحد المكان اللي هتبدأ تجري فيه، بعد كده تبدأ تجري. كل ده احنا قسمنا عادة الجري. ايه الجزء بقى الصغير اللي هيبقى الجيت واي بتاع ده؟ هو ان انت تلبس الهدوم الرياضيه بتاعتك اللي هتنزل تجري بيها. الفكره في الجيت واي هابت دي هي انها تكون حاجه كده كده انت ناوي تكررها كل يوم. خلاص، حتى لو مش قادر تجري، انا مش ناوي اجري، خلاص برضو في نفس الوقت هقوم البس الكوتشي الرياضي ده. بس ايه لازمه ان انا احضر الحاجه وخلاص؟ لان منطقيا ان انت تطلع احسن اداء ممكن في عاده الجري مثلا هيبقى مستحيل لو العاده نفسها اصلا مش موجوده.
صح ولا ايه؟ ثالث نصيحة مهمة للعادات الإيجابية والسلبية على حد سواء هي الكوميتمنت ديفايس. هي حاجة قرار هتاخده مرة واحدة بس هيأثر على عاداتك في المستقبل. زي مثلا انت دلوقتي عايز تحسن من نومك، فتروح جاي شايل التلفزيون خالص من أوضة النوم. مش هتحتاج تقرر انك تشيل التلفزيون هي مرة بس، هيأثر على نومك اكتر بعد كده. او انك تلغي الابس اللي بتشتتك بشكل كبير من على الموبايل بتاعك. ده قرار هتاخده مرة واحدة بس هيفرق معاك في انه ما يشتتكش بعد كده. رابع حاجة معانا هي الريورد، انك تخلي العادة بتاعتك مجزية. ومهم هنا نأكد ان مخنا من قديم الازل بيفضل المتعة اللحظية عن الحاجة اللي هتاخد وقت طويل قوي عشان تجينا. يعني بقالها كام سنة دي الشغلانات اللي بتقبض كل شهر، وعلى هذا الاساس اللي بتتكافئ بعد عمله على طول بتكرره، واللي بتتعاقب بعد عمله على طول بتبعد عنه. وبالتالي مهم تخلي عاداتك مجزية بمجرد ما تخلصها، على الأقل على المدى القصير، لحد ما تبدأ تشوف فعلا نتائج حقيقية تبقى هي المحفز بتاعك بعد كده. أول 3 قوانين انك تخلي العادة واضحة، جذابة، سهلة، هتزود من فرص انك هتقوم تعمل العادة في المرة دي. بس انك لما تخلي العادة بتاعتك مجزية، ده هيزود من فرص انك هتكررها بعد كده في المستقبل. طب ازاي اصلا اخليها مجزية؟ اولا انك ممكن تحط جايزه انت بتحبها بمجرد ما تخلص على طول العاده تاخدها، زي مثلا شوكولاته. ولكن خلي بالك من نقطه، حته الانتخابات اللي كنا قايلين عليها قبل كده، ان انت مثلا بعد التمرين تروح جاي واكل حاجه انت بتعتبرها من وجهه نظرك اكل مش صحي، وبالتالي هتبقى عملت حاجه صحيه صوت، عملت حاجه مش صحيه فصوت معاكس ليه. فخلي بالك من النقطة دي وانت بتحدد الجايزة بتاعتك. الحاجة التانية هو انك تشوف تقدمك. مفيش حاجة ممتعة اكتر من احساسك بالتقدم، وبالتالي ممكن تستخدم ما يسمى بالهابت تراكر، متتبع للعادة. تشوف منه انت بقالك كام يوم متابع في العادة دي، بس حاول على قد ما تقدر تخلي المتتبعات دي تلقائية. يعني مثلا برنامج بتتمرن بيه، فكل يوم هتفتحه هيسجل لك يوم. ودي نقطة مهمة عشان بتحاول تقلل المجهود على قد ما تقدر، عشان ما يبقاش التتبع نفسه بقى عادة متعبة بالنسبة لك فتوقفه، فما تبقاش استفدت اي حاجه منه. واستغل التسجيل ده في انك على قد ما تقدر ما تفوتش مرتين ورا بعض. طبيعي هتيجي في ايام انت مش قادر تعمل حاجه، تعبان، في اي مصيبه حصلت فهتضطر تفوته، بس زي ما بيقولوا كده ما تكسرش السلسله، هي مره وان شاء الله تقدر ترجع تاني مره على طول. ممكن تستغل الطريقه دي في العادات السلبيه، لان مقاومه العادات السلبيه ما تعتبرش حاجه او فعل انت بتعمله، فانت بتحاول تخلي عمل الولا حاجه ممتع اكتر. بما اننا بنهتم بشكل كبير باراء الناس سواء اللي حوالينا او الناس عامه فينا، فممكن تستخدم accountability partner او شريك في المسؤوليه. تقريبا دي احسن ترجمه ممكنه، يعني حد يشوف اللي بتعمله او على الاقل بتحكي له. ممكن يضيف احساس جميل للانجازات اللي بتعملها او احساس رخم للعادات السلبيه اللي بتعملها. وثالث حاجه في العادات السلبيه هي الهابت كونتراكت او عقد العاده. عقد بتعمله بتوضح فيه لو عملت كذا 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 هيكون في عقاب كذا كذا كذا. تكون بقى حاجة ممكن محرجة بالنسبة لك أو حاجة هتضايقك، وممكن تكتبها في شكل ورقة وبتمضي عليها، وممكن تخلي فيها accountability partner يشرف على الموضوع ده عشان تزود كمان من إحساس السوء بتاع الحاجة دي. وده بيضيف فعلا عقاب أو احساس سيء بعد العاده. وبعد نهايه تركيب العاده والطرق العمليه اللي هنلخصها دلوقتي، الكاتب بيشرح شويه مبادئ لطيفه في الاخر، اهمهم هو الجولديلوكس رول. والقانون ده بيقول ان الشخص بيحس بقمه التحفيز لما يبقى المطلوب منه بالظبط على حافه قدرته الحاليه، لان اكبر خطر للنجاح مش الفشل، لا الزهق. وطبعا في عادات كتير جدا لما هتتعود عليها بشكل كبير هتبقى بالنسبه لك ممله قوي، وبالتالي حاول في كل مرة تضيف شوية تحدي عشان تبقى بالظبط الحاجة على الحافة بتاعة القدرة بتاعتك. يعني مثلا لو العادة بتاعتك انك بتمنتج فيديو كل يومين مثلا، حاول انك في كل مرة تحاول تتحدى نفسك انك تعمل حاجة جديدة معينة في الفيديو. يبقى باختصار عشان تركب عادات عظيمة مهم انك اولا تكون مدرك اصلا للعادات اللي انت بتعملها عن طريق هابت سكور بورد، تبقى من خلالها عارف الحاجات اللي بتعملها، العادات الوحشة والعادات الكويسة، الحاجات اللي عايز تستمر عليها، الحاجات اللي عايز تشيلها، أو عن طريق pointing and calling، كل ما تعمل حاجة تقول أنا بعمل كذا أنا بعمل كذا وهكذا. ثم تخلي إشارتها واضحة عن طريق 3 طرق. أولا ممكن تعمل implementation intention، نية التطبيق، انك تقول انا هعمل العادة كذا الساعة كذا في المكان كذا، عشان تكون عندك خطة واضحة تبدأ بيها على طول. الحاجة التانية هو عن طريق الهابت ستاكينج، انك تستغل السكور بورد اللي انت عملته وتشوف ايه الحاجات اللي بتكررها كل يوم وتستخدمها ان العادة دي تكون هي الإشارة للعادة
اللي بعدها. النقطة الثالثة هو انك تنظم البيئة بتاعتك بشكل عام عشان الاشارات بتاعت العادات الكويسة تكون واضحة في الأوضة مثلا بتاعتك، والاشارات بتاعت العادات السيئة تكون إلى حد ما مش واضحة أو مش موجودة. وبعدها تخلي العادة بتاعتك جذابة أكتر، وبرضه عن طريقة من 3. أولا التمتيشن بوندلينج، إنك تربط حاجة أنت بتحبها وتعملها بإنها ما تتعملش غير لما تخلص عادة أنت فعلا محتاج وعايز تعملها، أو العكس عن طريق ما يسمى بالموتيفيشن ريشوال، إنك تعمل الحاجة اللي أنت بتحبها قبل أو خلال الحاجة اللي أنت عايز تعملها. زي مثلا زي ما قلنا إنك تشرب كوباية القهوة قبل ما تقرأ الكتاب، أو في خلاله وأنت بتقرأ الكتاب، بحيث إنه يضيف إحساس لطيف وانت بتعمل الحاجه دي ويبقى مربوط بالعاده اللي انت بتعملها. واخر حاجه انك تدخل في فريق، في كيان، في شله، ايا يكن تكون الحاجه اللي انت عايز تعملها دي هو التصرف الطبيعي بتاعهم كلهم. ثم انك تخلي العاده بتاعتك اسهل عن طريق برضو طريقه من 3. اولا ان انت تقلل عدد الخطوات، تقلل الاحتكاك المطلوب عشان تعمل العاده دي. تاني طريقه هي الجيت واي هابت، انك تعمل نسخه مصغره من العاده اللي انت عايز تعملها، ما تزيدش عن دقيقتين، تبقى هي حاجه ضامن 100% انها هتفضل تتكرر كل يوم، ومنها تدخل على العادة نفسها اللي انت عايز تزودها مع الوقت. او تالت طريقة انك تستغل قرارات مش هتاخدها غير مرة واحدة بس عشان تسهل الحاجات اللي انت عايز تستمر عليها. زي مثلا ما قلنا انك تشيل التلفزيون من اوضه النوم عشان احسن من نومك ويكون النوم في مواعيد معينه مثلا. واخر خطوه انك تخليها مجزيه اكتر عن طريق طريقتين. اولا انك تخلي في جايزه لحظيه بتاخدها بمجرد ما تخلص العاده دي. او تاني حاجه انك تستخدم هابت تراكر، متتبع عاده بتسجل عليه كل يوم ان انت عملت الحاجه دي. اهم حاجه انك تحاول على قد ما تقدر ما تفوتش مرتين ورا بعض. اما العادات السلبيه فحاول تخليها اولا غير مرئيه بانك تشيل الاشارات بتاعتها من البيئه لو تقدر. ثانيا خليها مش جذابه بان انت تركز دايما على اضرارها وتضيف ليها احساس مش حلو وانت بتعملها بشكل ما او باخر. ثالثا انك تخليها اصعب، وده عن طريق حاجه من الحاجتين. اولا انك تزود الاحتكاك او عدد الخطوات المطلوبه، وزي ما قلنا المثال بتاع انك كل ما تخلص ترجع تلفزيون تشيل الفيشه فتزود خطوه، ممكن ده يساعدك اكتر. ممكن لو عايز تزود اكتر تروح جاي بقى شايل الحجاره بتاعه الريموت وحاططها في حته تانية مثلا. وتاني حاجه انك تستغل برضو قرارات مش هتحتاج تاخدها غير مره واحده بس عشان تلغي العاده اللي بتضايقك دي، زي مثلا انك تلغي تطبيقات معينه من الموبايل بتشغلك او ما تقدرش تتحكم فيها قوي. ورابعا انك تخلي العاده بتاعتك غير مرضيه بانك تعمل حاجه من 2. انك اولا تلاقي شريك للمسؤوليه accountability partner هتبقى بتحاول انك ما تقلش في نظره وهكذا، او عن طريق عقد العاده موضح فيه ايه العقاب اللي هيحصل وهتعمله بالظبط بمجرد ما تقع تاني في العاده السلبيه دي. كتاب العادات الذريه كتاب لطيف مليان قصص ومعلومات علميه، انصحك تقراه. لو حابب تعرف نصايح اكتر للانتاجيه مبنيه على حقيقه علميه حقيقيه مش اي كلام وخلاص، ادخل على البلاي ليست دي. بس كده نورت.